السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد محمود من قناة كود جيم. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البروبلم سولفنج وقد ايه هي مهارة مهمة لأي مبرمج، لكن طبيعي وانت بتكتب كود يطلع لك ايرور كتير، وده طبعا أمر طبيعي. ودي اللحظة اللي بيجي فيها دور حاجة اسمها الديباجنج. الديباجنج مش مجرد تصليح غلطة في كود، هو جزء أساسي من البروبلم سولفنج برضه. طب تعالى نفهم كده يعني ايه ديباجنج. كلمة ديباجنج جاية أصلا من ديباج. ديباج هي إزالة الباجز أو إزالة الأخطاء. ببساطة الديباجنج عملية اكتشاف الأخطاء في الكود وتتبع سببها، بعد كده انت بتصلحها. انا جاي في الفيديو ده اوضح لك حاجه مهمه جدا، وهي ايه العلاقه طيب بين الديباجنج والبروبلم سولفنج. لما الكود يطلع في ايرور ده معناه ان في مشكله جديده، انت كمبرمج بتتعامل معاها بنفس خطوات البروبلم سولفنج. بتفهم المشكله، بتقرا رساله الخطا او تشوف النتيجه الغلط فين، لان مش شرط يكون الايرور عباره عن خطا بيوقف البرنامج بتاعك، لا ممكن يكون نتائج غلط طلعت عندك. فانت بتقرا الرساله كويس قوي، وخلي بالك انك لازم تقرا رسائل الايرورز دي كويس جدا، لان من خلالها انت بتستوعب اكتر لغه البرمجه اللي انت بتتعامل معاها. الرسائل دي بيبقى فيها تفاصيل كتير جدا بتعلمك حاجات انت اول مره هتعرفها لما تقرا الرسائل دي. فقرايه الاخطاء او تعلم قرايه الايرورز مهمه جدا جدا. في الاول هتبان لك مبهمه وهتحس ان المكتوب ده مش منطقي، لكن بالعكس هو المكتوب ده منطقي، لكن انت لسه ما اتعودتش او انت مش فاهم الرسائل دي معناها ايه. فمهم جدا ان انت تتعلم ازاي تقرا رسائل الايرورز. ده أول حاجة. تاني حاجة، تقسّم المشكلة. هل الغلط ده في المتغيّر؟ هل في logic معيّن؟ والّا هل في بيانات أنت أدخلتها؟ أو ممكن طبعًا يكون خطأ في كتابة الكود، خطأ نصي أنت كتبت حاجة في الكود غلط، أو كتبت علامة مكان علامة فأدِّت إلى خطأ logic، أو خطأ في الsyntax نفسه بتاع اللغة، يعني أنت كتبت كلمة غلط، اسم function غلط، اسم variable غلط، وهكذا. تالت حاجة، جرّب حل بسيط، اطبع القيم اللي أنت شاكك إن هي ممكن تكون خطأ في الكود. هتفهم الموضوع ده أكتر لمّا تبدأ تتعلم برمجة، أو هتستخدم أدوات الdebugger. أدوات الdebugger دي حاجة زي الtracing، إنك بتعمل trace للكود وجذور الكود عشان تعرف الerror جاي منين. وخلي بالك إن كل الIDEs فيها أدوات ليها علاقة بالtracing، بتعمل حاجة اسمها break point. بعد كده في زي نظام بتتتبع فيه الerror ماشي إزاي، ممكن ترجع خطوة وتتقدم خطوة، تعرف إيه اللي حصل قبل الerror ده أو إيه اللي حصل اللي بعده، القيم اللي كانت موجودة قبل الerror والقيم اللي موجودة بعد الerror. الحاجات دي كلها بتعرفها بأدوات الdebugging اللي موجودة في أي IDE. بعد كده تتأكد إن التغيير اللي أنت عملته في الكود أو أيًا كان الطريقة اللي أنت حليت بيها الerror حلت المشكلة والّا لأ. كأن الdebugging هو أداة تدريب على الproblem solving بس داخل الكود نفسه. خلينا نتكلم عن مثال واقعي شوية. لو عندك خطأ في الsyntax، خطأ في الsyntax يعني خطأ في كتابة الكود، في كتابة مثلًا اسم function، اسم حاجة معينة أنت بتكتبها في الكود نفسه، في سطر كود معين، خطأ إملائي من الآخر يعني. ده معناه إنك كتبت أمر غلط، ده زي إنك تكتب جملة بلغة مش صحيحة. في حاجة تانية اسمها الlogic error، والlogic error ده الكود بيبقى شغال تمام جدًا والبرنامج شغال تمام جدًا، لكن النتيجة اللي بتطلع في الكود أو النتيجة اللي بتظهر قدامك بعد ما الكود بيشتغل كويس هي مش صحيحة. زي مثلًا إنك أنت عايز تضرب 2 في 2 أو تضرب رقمين في بعض، فتلاقي ناتج الرقمين دُولة غلط، يعني مثلًا 2 في 2 لقيته فجأة مطلّع لك 5، فده اسمه logical error. ده أكيد في مشكلة في الlogic اللي أنت كاتبه، فلازم ترجع تخطط كويس. في حاجة اسمها run time error، البرنامج بيوقف فجأة وأنت بتشغّله، لازم تشوف السبب. مُدغلط غلط، اتقسمت على 0، عملت حاجة أدِّت إلى infinite loop فحصل حاجة اسمها run time error. هتعرف برضه الأمور دي كلّها قدّام، أنا بس باوضّح لك المصطلحات دي عشان تكون فاهمها. الdebugging أصلًا تقدر تقول عليها مهارة بتكبر مع الوقت، كل ما تواجه أخطار أكتر هتتعوّد على طريقة التفكير بتاعة تصليح الerrors وحل المشكلات، لدرجة إن أنت في وقت من الأوقات هتلاقي نَفْسك بتصلّح الكود من قبل حتى ما تكتبه. وده يرجع بينا للناس اللي بتاخد الerrors ديّة وتروح للAI عشان يحل لها مشاكلها. أكبر غلط ليه؟ بعد كده لمّا تيجي تكتب الكود تاني هتكتبه بنفس غلطه لإنك ما اتعلمتش حاجة من الerror ده. فبالتالي أنت ذات نفسك هتحس إن أنت ما بتتعلمش مهارة، ما بتستفدش من البرمجة. فلازم تقرا كود وتحل المشاكل دي بنفسك عشان تستفاد. بعد كده مهاراتك هتتطور، هتلاقي نفسك بتكتب كود صحيح من أول مرة، بدل ما أنت كنت بتكتبه بأخطاء، لأ هتكتبه بطريقة صحيحة. يعني من الآخر أنت هتبقى بتتعلم من أخطائك، وكل ما بتتعلم من أخطائك طول ما مهاراتك بتزيد في البرمجة، وطول ما مهاراتك بتزيد في الproblem solving. تتأكد إن أي ايرور بيطلع لك هو في الحقيقة خطوات لقدام في البرمجة. كده إحنا خلصنا الفيديو ده، الفيديو ده صغير وبسيط جدًا عشان نحاول نفهمك أهمية الdebugging وإيه علاقته بالproblem solving. أرجو إنك تكون استفدت من الفيديو ده، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تابعنا على اليوتيوب وتابعنا على الفيسبوك. معكم محمد محمود من قناة كود جيم.